دي بقى احلى والذ قرص ممكن تجربوها. هشه وطريه وقطنيه وطعمها في منتهى الجمال، للفطار او للعشاء او كمان لللانش بوكس. بجد يا جماعه مش قادره اقول لكم كان طعمها حلو قد ايه. القرص بتاعتنا كانت عامله زي القطن، بجد والله كانت جميله جدا. حشيناها كمان بالعجوه، بدل بقى ما نروح نشتريها من بره غاليه جدا. تعالوا بقى نعملها مع بعض في البيت بطريقه سهله وبسيطه، ونبدا بالطريقه بتاعتنا والمكونات بتاعتنا. كوبايه من الميه الدافيه، هضيف عليها معلقه كبيره من الخميره وثلاث معالق كبار من السكر، وهدوبهم كويس جدا مع بعض كده لغايه ما السكر يدوب تماما مع الخميره. دوبناهم كويس، وبعد كده بقى هننزل عليهم بكيلو من الدقيق المنخول. ولازم الدقيق بتاعنا يكون منخول قبل ما نحطه على بقيه المكونات. معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وثلاث معالق كبار كمان من اللبن البودر. هضيف المكونات كلها مع بعضها، وهضيف عليهم كمان نص كوبايه من الزيت. شغلنا العجان على درجة هادية وقلبنا كده المكونات كلها مع بعضها، ونزلت كده بكوباية من المية الدافية، وضفت كمان نص كوباية من المية الدافية. عجنت بقى العجينة بتاعتي مش أقل من 7 أو 8 دقايق في العجان على سرعة عالية، وطلعت معانا عجينة طرية ولينة، بتلزق كده تلزيقة خفيفة في إيدي زي ما احنا شايفين. بجد العجينة ناعمة وحلوة جدا. هحط كده بقى نقطتين من الزيت في البولة، وهنزل كده بالعجينة تاني وهغطيها، وهسيبها لغاية ما تخمر. تعالوا بينا علشان نعمل العجوة. هبدأ اخد كور صغيرة كده من العجوة، وهبدأ بقى افردها اعملها كورة، وهحطها كده في الطبق اللي احنا شايفينه قدامنا مع بعض. بعد ما هنخلصها بقى هوريها لكم. ودي بقى العجينة بتاعتنا بعد ما خمرت واتضاعف حجمها وبقت بالجمال اللي احنا شايفينه ده. ما شاء الله حلوة جدا. رشيت رشة كده قدامي من الدقيق، ونزلت كده بالعجينة، وهبدأ بقى اخد كده منها قطع متساوية. هبدأ اخد قطعة قطعة واعملها كده كورة، وهجيب بقى صينيه هرشها كده رشه من الدقيق، وهرص عليها الكور بتاعتي كلها. هنخلص بقى كل الكميه وهوريها لكم لما نخلصها. دي كمان العجوه كنا عملناها كلها وخلصناها، وخلصنا كمان اهي العجينه بتاعتنا كلها وعملناها كور بالشكل ده. هغطي بقى وشها علشان ما تنشفش، وهبدا اخد اول كوره انا عملتها، هفردها كده بايدي وهسويها كويس جدا، وهبدا بقى اخد قطعه من العجوه. انا فردت قطعه العجوه كده علشان تبقى ماليه القرصه كلها من جوه، وما يبقاش في حته فيها عجوه وحته فاضيه. هاتني بقى الحروف، وهبدا اقفلها كويس جدا علشان ما تتفتحش وهي في الفرن. هرجع تاني اساوي شكلها، وهجيب بقى القمع بتاع الكريمه، ومن النص كده هبدا اتك تكه خفيفه علشان اخد الشكل الحلو اللي في النص ده. جبت بقى المقص بتاع الفينو، وهبدا برضو كده اعمل فتحات في القرصه علشان ناخد شكل الورده. بجد يا جماعه شكلها حلو جدا. شايفين الجمال؟ تعالوا بينا نعمل واحدة كمان. هاخد كده قطعة، وهبدأ أفردها كده على إيدي، وهسويها كويس، وهجيب برضو قطعة من العجوة، وهقفل عليها الأطراف أو الحروف بتاعة القرصة كلها كويس جدا. هنخلصها بقى ونفردها كده ونساوي شكلها. وبرضو بنفس الطريقة هجيب القمع بتاع الكريمة، ومن النص برضو كده هتك تكة خفيفة علشان اخد الشكل الحلو اللي في النص اللي احنا شايفينه مع بعض ده. بالمقص برضو هعمل نفس الفتحات، وهنخلصها كلها بقى، وهتاخد شكل الوردة الجميل اللي قدامنا ده. وهنرصهم بقى كلهم في الصواني اللي احنا مجهزينها ودهنينها بالزيت. وبعد ما يخمروا هجيب نص كوباية من المية، هضيف عليها نص معلقة صغيرة من السكر ونص معلقة صغيرة من النسكافيه، وهبدأ كده أدهن الوش بتاع القرص بالشكل ده. هضيف كمان في النص كده حبة البركة، وهدخلهم بقى على فرن سخن درجة حرارة 180، هيقعدوا بالظبط ربع ساعة. بعد ما يطلعوا من الفرن هرشهم كده رشة بسيطة من المية، وهغطيهم بفوطة، وهسيبهم 5 دقايق. هيبقوا بقى معانا بالشكل اللي احنا شايفينه والجمال اللي احنا شايفينه ده. قرص طرية وقطنية وحلوة جدا. شايفين؟ بجد جميلة. يلا جربوها، وإن شاء الله الطريقة سهلة وبسيطة وهتعجبكم. بس ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم.